حياكم الله مشاهدينا الكرام، متواصلين معكم في برنامج اقتصاد. شارك سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وفخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة في أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار في تونس الذي عقد الأسبوع الماضي. وشارك في الجلسة عدد من رؤساء حكومات الدول ورؤساء الوفود المشاركين في المؤتمر وكبار المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين وممثلي عدد من الشركات والمؤسسات التونسية والدولية. وكان قد أعلن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى عن دعم دولة قطر لتونس بمقدار بلغ $1,250,000,000 مشاهدينا الكرام، عن أهمية هذا الدعم القطري وانعكاساته على الاقتصاد التونسي، وأيضا عن طبيعة العلاقات الاقتصادية بين قطر وتونس. معنا في استديو برنامج اقتصاد أخوي سلطان بن أحمد العسيري مدير إدارة البرامج في صندوق قطر للتنمية. يا مرحبا بك أخوي سلطان. الله يرحب بك يا صباح وبيض الله وجهك. الله يحييك. أيضا معنا ويشرفنا أخوي محمد عمار المحلل الاقتصادي التونسي ورئيس الجالية التونسية في قطر. أخوي محمد شرفتنا في برنامج اقتصاد. أهلا وسهلا مرحبا. الله يحييك. في البداية ببدأ معك أخوي محمد، أنت ضيفنا وراعي المكان احنا نقول في قطر. كيف تلقى الشعب التونسي هذا الخبر، خبر هذا الدعم الكبير اللي قدمته دولة قطر خلال مؤتمر تونس 2020؟ أولا المكان منور بناسه. الله يحييك، في مكانك ومحلك أخوي محمد. ثانيا احنا نرحب بالأخ سلطان، الله يرحمه، كان في تونس ممكن شاف على عين المكان ردة الفعل الإعلام التونسي وحتى الإعلام العالمي. صحيح. نحن كجالية تونسية في الدوحة لم نستغرب ما قدمه سمو الأمير، وشخصيا كنت على علم حتى قبل الزيارة ممكن أنه كانت هذه المبالغ ستضخ في الاقتصاد التونسي. هذا يعود ممكن إلى أواسط 2016 عند زيارة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إلى الدوحة، وكان سمو الأمير قدم مقترحا بإقامة مؤتمر لدعم الاقتصاد التونسي أواخر السنة. نعم. وتكفلت دولة قطر كراعي رئيسي بهذا المؤتمر، وتم تجاذب الحديث مرة ثانية خلال منتدى الأمم المتحدة في الولايات المتحدة الأمريكية، وشحذت قطر العزم مع بلدان ثانية مثل تركيا والاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم للاقتصاد التونسي. صحيح. طبعا تلقينا هذا الخبر نحن نقدم ونقدر وتقديم كل الشكر كجالية وكشعب تونسي إلى سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على كل هذا الدعم الكبير الذي قدمه لتونس. ودولة قطر قدمت الدعم لتونس ليس الآن فقط، وإنما منذ ثورة الياسمين 2011 إلى حد الآن، كل سنة غير آبها بالحكومات المتعاقبة لتونس، وهي تقدم الدعم مباشرة للشعب التونسي وأخذ أشكال متعددة. الأخ على أخيه أخوي. نعم. محمد، احنا قبل ما نكمل حوارنا مع أخوي سلطان وأخوي محمد بروح معاكم مشاهدينا الكرام نتابع مجريات هذا المؤتمر اللي عقد في تونس الأسبوع الماضي من خلال هذا التقرير اللي أعد لنا فريق قناة الريان في تونس. الدعم الذي قدمته دولة قطر لتونس خلال المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار الذي عقد في تونس يومي 29 و30 من الشهر الماضي لم يكن وليد الساعة، وإنما هو نهج قطري أصيل عبرت عنه قطر لكافة الأشقاء العرب منذ وقت طويل. وخلال المؤتمر أعلن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى عن دعم قطري لتونس بقيمة مبلغ $1,250,000,000 أمريكي إسهاما في دعم اقتصاد تونس وتعزيز مسيرتها التنموية. إن الدعم القطري لشقيقة تونس في تزايد مستمر، وستواصل دولة قطر مساندة الجهود التونسية لتحقيق التنمية المنشودة، متطلعين إلى تعزيز التعاون ودعم علاقات الشراكة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات لما فيها خيرهما.
وعلى هامش المؤتمر قدمت قطر هبة بقيمة 2.4 مليون يورو كمساهمة منها في تكاليف المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار لتونس. كما جرى خلال المؤتمر أيضا تنظيم عدد من الملتقيات والندوات حول مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية في تونس. حب في البداية نهني التوانسة الكل، نهنيهم بنجاح ندوة تونس 2020 الدولية للاستثمار. الندوة هذه حققت أرقام كبيرة، 34 ألف مليون دينار تتقسم إلى 15 ألف مليون دينار اتفاقيات وقع إمضاؤها و 19 ألف مليون دينار تعهدات. حضور حوالي 1500 من الشركاء الاقتصاديين من العالم، 70 دولة و40 وفد رسمي. دولة قطر افتتاح أول فرع لصندوق قطر للتنمية خارج دولة قطر، كانت أول بلاد تكون تونس. دولة قطر هي تدعم المسار في تونس منذ مدة، وعلى الذكر فهي من بين الدول الحاضنة إلى هذه التظاهرة. ولما لا تكون دولة عربية من أوائل اللي هم يحفوا معنا، لأنه أخوة احنا دين ولغة. وتصاعدت المساهمات واتفاقيات التعاون بين قطر وتونس بشكل كبير بعد التحول السياسي بالبلاد عام 2011، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 29 مليون دولار في العام 2015، في حين بلغت الصادرات القطرية لتونس أكثر من 18.4 مليون دولار، تمثلت في المنتجات النفطية والمواد البترولية والأولية والمواد البلاستيكية، فيما سجلت قيمة الواردات التونسية لدولة قطر أكثر من 11.1 مليون دولار، شملت المنتجات الزراعية والسمكية ومواد البناء والمعدات الكهربائية. وبلغت الاستثمارات القطرية في تونس إلى نحو 4.125 مليار ريال قطري في نهاية عام 2015، وأصبحت قطر بعدها الأولى عربيا والثانية عالميا من مجمل الاستثمارات في تونس. ويعد مصنع الشركة القطرية التونسية للصناعات الغذائية في قطر خطوة استثمارية تجسد عمق العلاقات التجارية بين البلدين، حيث ساهم المصنع في سد احتياجات السوق المحلية من منتج زيت الزيتون عالي الجودة بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 1000 طن سنوياً. وتتركز هذه الاستثمارات القطرية في تونس بالدرجة الأولى في عدة قطاعات، أهمها الاتصالات والسياحة والصناعة والعقارات، فضلا عن مساهمة قطر في بناء أكثر من 3000 مسكن، فيما تعد شركة الاتصالات القطرية أوريدو المشغل الأكبر للاتصالات في تونس. كما يعد صندوق الصداقة القطري التونسي الذي أنشئ في 2013 من أهم روافد العمل الاقتصادي والتنموي المشترك بين البلدين، وقدم هذا الصندوق هبة بقيمة 79 مليون دولار، ويتطلع القائمون على هذا الصندوق التنموي أن تبلغ نسبة مساهمته في التشغيل والتوظيف 50,000 فرصة عمل بحلول سنة 2018. أما على صعيد الودائع فقد ضخت قطر في البنك المركزي التونسي وديعة قدرت بنحو 500 مليون دولار لدعم احتياطي تونس من العملة الصعبة. ويأتي اختيار الدوحة لاستضافة أول مكتب للوكالة التونسية للنهوض بالاستثمار الخارجي عام 2015 في المنطقة العربية كدليل آخر على عمق الروابط التي تجمع الدولتين، حيث يتولى مكتب الدوحة جذب المستثمرين القطريين للاستثمار في تونس وتعريفهم بمناخ الاستثمار هناك والحوافز التي تقدمها للمستثمرين.
تابعنا مشاهدينا الكرام هذا التقرير من تونس. نرجع مع ضيوفي في الاستديو اخوي سلطان العسيري واخوي محمد عمار. سلطان، من صندوق قطر للتنمية، مشاركة قطر في مؤتمر الاستثمار في تونس وتقديم هذا الدعم يعني المعروف عن قطر لتونس الشقيقة. نتحدث أكثر عن هذا الدعم، $1,250 مليون وعن أهميته. نعم، طبعا أعلن سمو الأمير الله يحفظه عن هذا الدعم اللي هو $1,250. احنا دورنا في صندوق قطر للتنمية عن نركز على المشاريع اللي تهم تونس الشقيقة. نعم. اللي تهم رؤيتها ل 2020. نعم. نركز على المشاريع اللي تعمل على تحقيق هذه الرؤية. نعم. ومن خلال هذا الدعم راح يتم تمويل لهذه المشاريع اللي تصب في استراتيجية تونس الشقيقة. بس هذا الدعم مثل ما تفضل أخوي محمد، المؤتمر كان بإعلان هذا المبلغ، بالإضافة إن جميع تكاليف هذه المؤتمر كانت برعاية دولة قطر، وتوقع عليها سعادة السفير أخوي عبد الله بن ناصر الحميدي. نعم. نيابة عن صندوق قطر للتنمية في تغطية تكاليف رعاية هذا المؤتمر. نعم. سلطان، يمكن يعني بالنسبة لكم في صندوق قطر للتنمية ودنا نتحدث عن دوركم في توجيه هذه الأموال إلى الاقتصاد التونسي. دورنا احنا كصندوق بعد أيضا في هذا المؤتمر تم توقيع فتح أول مكتب لصندوق قطر للتنمية خارج دولة قطر، راح يتم افتتاحها قريبا إن شاء الله في تونس الشقيقة لرعاية هذه المشاريع التنموية والمشاريع ككل في جمهورية تونس الشقيقة. نعم. نرجع معك أخوي محمد عمار، المحلل الاقتصادي التونسي. دعنا نتحدث عن أهمية الدعم القطري، $1,250 مليون للاقتصاد التونسي، وأيضا هذا المستقبل اللي أتوقع بإذن الله مع الاستقرار السياسي سنشاهد تطور ونهضة كبيرة في اقتصاد تونس الشقيقة. صحيح، هو أنه تونس مرت بمراحل متعددة خاصة قبل وجود انتخابات مباشرة. نعم. حاليا هناك حكومة مستقرة، هناك رئيس دولة الحمد لله. ما نتمناه حاليا نحن كشعب تونسي هو أنه يتم الالتفاف نوعا ما إلى الجانب الاقتصادي، خاصة أنه منذ سنة أو منذ سنة ونصف الجوانب الأمنية مستقرة، عودة تدريجيا. هناك القوى الكبرى بصفة عامة سواء كانت في أوروبا أو أمريكا أو دول مجلس التعاون الخليجي على رأسهم دولة قطر أو تركيا ترغب في أن تونس تكون نموذج الثورات العربية كنموذج ناجح. لذلك ما نتمناه أنه هذا الدعم القطري، لأنه لاحظنا إعلان كبير من رئيس الحكومة 34 مليار دينار. نعم. كاستثمارات أو كتمويلات أو كقروض على المدى ال4 سنوات اللي هو منوال التنمية التونسي. ما نتمناه أن هذه الأموال القطرية تضخ في السوق التونسي في القريب العاجل. نعم. سواء كان منها كهبات، سواء كان منها كتمويلات، سواء كان منها كودائع في البنك المركزي. ما نتمناه أنه تشكل لجنة في تونس في القريب العاجل وعلى السريع وتأتي إلى الدوحة ويتم التفاهم مع الجهات القطرية حول كيفية تحويل هذا المبلغ الذي أعلنه سمو الأمير، وهو 1.2.1 مليار و250 مليون دولار. نعم. كدعم للاقتصاد التونسي خلال الفترة المقبلة. نعم. محمد، يمكن بعد هذه التطورات الكبيرة وأيضا الاستقرار اللي تحدثت عنه أخوي محمد في الفترة الأخيرة، ونتمنى أيضا أن الله يحفظ تونس إن شاء الله ويديم هذا الاستقرار على الاقتصاد التونسي. أبرز القطاعات اللي راح تركز عليها الاستثمارات القطرية في تونس. شوف، بالنسبة لدولة قطر لديها استراتيجية واضحة إلى غاية في رؤية قطر 2030. نعم. سواء كانت تونس، سواء كانت أوروبا، سواء كانت أمريكا. لاحظنا أن دولة قطر عندما تذهب إلى الاستثمار في الخارج هناك مسألة التنويع الاقتصادي. تنويع الاقتصادي. صحيح. لأنه لاحظنا منذ 2012 و2013 تسعى دولة قطر أنه مع المونديال 2022 تكون عوائد قطر المجزية كلها لتمويل الميزانية تأتي من الاستثمارات الخارجية. وهذا ما لاحظناه خاصة في استثمارات قطر في السوق الأوروبية. بالنسبة للسوق التونسي هناك نوعين من الاستثمارات. النوع الأول وهو أن قطر تستثمر لإنجاح الثورة التونسية، وهذا ما لاحظناه أن دولة
قطر كأخت لتونس لاحظنا أنها تدعم تونس بشتى أنواع الدعم. لاحظنا هناك دعم اجتماعي، هناك دعم سياسي، هناك دعم اقتصادي، هناك دعم في المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن طريق مثل ما حكى أخوي سلطان عن طريق صندوق التنمية، من خلال اتفاقيات متعددة، هناك من خلال أيضا مجموعة من الجمعيات الخيرية، من خلال منظمة سيراتك. هناك يعني باكج كامل لدعم الاقتصاد التونسي في شتى المناحي. ما لاحظناه هو أنه حاليا الاستثمارات متركزة، هناك استثمارات في القطاع السياحي، هناك استثمارات في القطاع العقاري، حاليا نتمنى أن تكون هناك استثمارات في القطاع الصناعي، نعم. في تركيب السيارات، لأن هذه مشروعات ضخمة، في البنية التحتية واللوجستية للدخول للسوق الأفريقية والقرب أيضا من أوروبا، في القطاع الطاقي ربما أو الكيمياء أيضا في المستقبل القريب. هناك مجموعة وحزمة من المشروعات يجب على الجهات التونسية حاليا تطويرها ودراستها مع الجانب القطري حتى يتم اختيار أفضل الفرص التي يكون فيها رابح الجانب القطري كمستثمر والجانب التونسي يسخر أيضا باليد العاملة الماهرة وقربها من السوق الأوروبي وقربها من السوق الأفريقي. هذه القاعدة وين تو وين أو الرابح نعم. ذكرت هذه الموجودة في قواعد الاقتصاد. نرجع معك أخوي سلطان من صندوق قطر للتنمية. سلطان، في بنك في صندوق قطر للتنمية ودنا نتحدث عن عدد المشاريع اللي مولها صندوق قطر للتنمية في تونس الشقيقة. شوف أخوي صباح، احنا عندنا مشاريع متنوعة في قطاعات متنوعة. عندنا في مشاريع البنية التحتية والمجمع، عندنا المجمع السكني في منطقة سجومي، وعندنا المجمع السكني أيضا في حي المنجم. المشروع النوعي بالنسبة لنا احنا كصندوق قطر للتنمية هو صندوق الصداقة القطري في تونس، اللي تم إنشاؤه في عام 2012. صندوق الصداقة القطري في نعم. تونس. نعم. هذا تم تأسيسه بأمر من حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الله يحفظه في سنة 2012. نعم. وتم تخصيص مبلغ 97 مليون دولار أمريكي لتفعيل دور الشباب وتدريب الشباب وخلق فرص العمل. مثل ما تعرف أنت بعد الثورة كان هناك نسبة من البطالة عالية في الشباب، ويتم من خلال هذا البرنامج دعم أي نعم، يتم دعم الشباب. لحد الآن ليومنا هذا في 2016 تم خلق 11,000 فرصة عمل مباشرة من خلال صندوق الصداقة التونسي، وتم خلق 11,000 فرصة عمل مباشرة ما شاء الله، و29,000 غير مباشرة ما شاء الله، عن طريق تمويل 3,400 مشروع. وهذه تم طبعا عن طريق شركاء محليين. في طبيعة هالمشاريع أخوي سلطان، هل لها صفة معينة أم أنها مشاريع متنوعة في الاقتصاد في تونس؟ هي مشاريع متنوعة، يعني ممكن تكون من فكرة أو مشاريع لتوسعة لمشروع معين، مشروع صغير وتم توسعته. هي مثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة. يكون احنا كصندوق الصداقة انتبهنا فكرة اخواننا واشقائنا في تونس وننفذها نمولها لتكون مشروع مدر للدخل لاشقائنا والشباب في تونس. نعم. محمد، حجم التبادل القطري التونسي من الجانب الاقتصادي وحجم التبادل التجاري احنا نشوفه قاعد يزيد في الفترة الأخيرة. هل تتوقع في المرحلة القادمة أن يزداد هذا الحجم، حجم التبادل التجاري؟ لو سمحت، أولا حابب إضافة ما ذكره الأخ سلطان، وهو أن صندوق الصداقة القطري التونسي من أفضل المشروعات التي قدمت إلى تونس، لأنها تستهدف مباشرة العاطلين العمل والشباب التونسي. تقريبا قطاعات خدمية وزراعية ومختلفة ومتنوعة. ومثل هذه المشاريع لو نلحظ التجارب الناجحة، خاصة التجربة الماليزية، لأنه كان مهاتير محمد صحيح. أيضا قدم تجارب فريدة من نوعها تصب في نفس خانة هذا في تطور الاقتصاد الماليزي. احنا لا نريد مبالغ بالمليارات في مشاريع كبرى ربما تفشل صحيح. نريد مباشرة تذهب إلى الشاب العاطل عن العمل وتأخذ بيده وتبلور الفكرة التي لديه وتقدم له المشورة وتقدم له مثل هذه المسائل حتى يتسنى له إنجاح مشروعه، ومن خلال مشروعه سيشغل معه شخصين أو ثلاثة، وبالتالي نقلص يعني نسبة البطالة. ومثل ما لاحظنا مثل ذكر أيضا الشباب التونسي. نعم، هم 40,000 يعني تقريبا 40,000 فرصة عمل وفر هذا الصندوق من 2012 مباشرة وغير مباشرة. وهذا المهم بالنسبة لنا كتونسيين في الفترة المقبلة، لأن نسبة البطالة تزيد عن حاملي الشهادات العليا عن 16%. نعود إلى حجم التبادل التجاري، لاحظنا أنه تطور ملحوظ.
لأنه في سنة 2015 كان لا يتجاوز حجم التبادل التجاري 20 إلى 22 مليون دولار. حاليا إلى غاية 8 أشهر أو 9 أشهر الأولى من 2016 وصلنا أكثر من 100 مليون ريال ما شاء الله. ولاحظنا أنه افتتاح مصنع في دولة قطر، مصنع تونسي قطري لزيت الزيتون، وهناك أيضا في المستقبل القريب افتتاح مصنع للتمور. وهناك أيضا عديد من الشركات التونسية ترغب في البحث هنا في دولة قطر عن فرص لترويج المنتجات التونسية وهي مقبولة. نريد من دولة قطر أو الدوحة تكون كهيوب إلى دول مجلس التعاون الخليجي وبلدان الآسيوية لترويج المنتج التونسي في المستقبل المنظور. نعم. قبل الختام سلطان العسيري، ودنا بكلمة توجهها من خلال شاشة قناة الريان وبرنامج اقتصاد. أول شيء أحب أشكركم على هذه الاستضافة وبيض الله وجهكم. وجهك. أنا كلمتي صراحة اللي أوجهها لإخواننا وأشقائنا في تونس أن الدعم القطري بقيادة حضرة صاحب السمو الأمير المفدى حفظه الله راح بيكون مستمر بإذن الله، وإحنا معاكم منذ القدم وراح مستمرين معاكم في هذا الدعم بإذن الله. أننا مستمرين. أخوي محمد كلمة أخيرة. كلمة أخيرة بالنسبة لنا، أولا شكرا على هذه الاستضافة. إن شاء الله تكون في حلقات للاقتصاد التونسي والقطري في المستقبل هذه إن شاء الله تكون بداية خير أخوي محمد. نعم. ثانيا، من تونس الحضارة، من تونس عليسة، من تونس كرتاج، من تونس حنبعل، كل الشكر وكل التقدير لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وكل الشعب القطري المذياف الذي كلما كرئيس جالية تونسية كلما دققنا الأبواب إلا ما وجدنا إلا الترحاب، وجدنا إلا التعاون. وإن شاء الله تكون هذه بادرة خير، وكل الجالية التونسية هنا وحتى الشعب التونسي الموجود هناك وبرلمانيين على ذمة دولة قطر لإنجاح مونديال 2022. نعم. في نهاية حديثنا شكرا لك أخوي محمد عمار، المحلل الاقتصادي التونسي وأيضا رئيس الجالية التونسية في دولة قطر. شرفتنا في برنامج اقتصاد. شكرا يا سيدي، الله يخليك. وأيضا شكر موصول لأخوي سلطان بن أحمد العسيري، مدير إدارة البرامج في صندوق قطر للتنمية. سلطان شكرا لتواجدك معنا في برنامج اقتصاد. شكرا لك أخوي صباح. ما قصرت. مشاهدينا الكرام، قبل الختام تذكير بالعناوين. استقبل سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية في زيارة ترسخ العلاقات بين دولة قطر والمملكة. حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أعلن عن دعم قطري لتونس بلغ $1,250 مليون خلال مشاركته في المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار في تونس. في نهاية حلقتنا مشاهدينا الكرام، نتمنى أن نكون قدمنا لكم معلومات مفيدة من خلال برنامجكم الأسبوعي اقتصاد، ومن خلال أيضا تغطيتنا للزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الذي حل ضيفا على أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأيضا تغطيتنا للمؤتمر الذي كان موجود في تونس الأسبوع الماضي. نشكركم على حسن المتابعة ونلقاكم على خير الاثنين الجاي الساعة 9 المساء. مع السلامة.